بلده يعني ما بيستغني. شهرين مرتين حسب يعني. الاميرات بورصه. excited to be here in Jordan today. من الاردن بلد. الصين العالم الاول في الصناعه. لأعمالك، لمنزلك. يو ماكس واي فاي، تواصل بحرية وتمتع بإنترنت لاسلكي بتقنية واي فاي بسرعة تصل إلى 3 ميجا لأعمالك ومنزلك. اشترك الآن لمدة سنة واحصل على الجهاز مجانا. يو ماكس واي فاي، تمتع بإنترنت أفضل، أسرع وحرية أكبر. أمنية انتمي. اكبس هو البرنامج اللي بتشوفوا فيه مجموعة من الفيديوهات اللي موجودة على موقع اكبس.com. أقوى نوع. انتوا كمان اعزائي المشاهدين تقدروا تحملوا فيديوهات على هذا الموقع، واذا كانوا حلوين بتشوفوهم على هذا البرنامج. اكبس يأتيكم بالأوقات التالية. المسجد الحسيني من أقدم وأكبر مساجد العاصمة عمان، أسسه الأمير عبد الله الأول بن الحسين سنة 1923 ميلاديا، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الشريف حسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى في الجزيرة العربية. عدنا لكم مساء الورد ومساء الخير من فضائيتكم الجميلة نورمينا ومن برنامجكم هنا عمان، اللي دائما بنحاول انه نوصل للنبض ونوصل للحقيقة. ونتمنى دائما انه لما الناس تدعي يوم الجمعة بتقول اللهم اعطيه بطانة صالحة، نتمنى دائما لكل المسؤولين في البلد ومن جلالة سيدنا الى اصغر مسؤول في البلد انه يكون حواليه بطانة صالحة، وهذه البطانة الصالحة هي اللي راح تقول انه الاخضر اخضر والابيض ابيض والاصفر اصفر، وما في هناك مزج بالالوان. ايضا الابداع في بلدنا يستحق كل الدعم، في هناك مبدعين والله يعني ايضا عاضين على الجمر ما حدا داري عنهم، وانا يعني ببعث رسالة لكل المعنيين. اي شخص بتعتقدوا انه مش ما حدا داري عنه، مبدع، رسام، شاعر، استاذ، اب، ام، ويجب انه يجلس هون ونحكي عن انجازه وابداعه. نتمنى انه تتواصلوا معنا عبر موقعنا على الفيسبوك برنامج هنا عمان، او على تليفون البرنامج، حتى ما يضل الانسان يقول انا يعني مظلوم في هذا البلد. ملتقى الاعلاميين الشباب العرب ظلم، وأنا بقول ظلم قبل ما يحكي صاحبه ظلم، وظلم من إعلاميين كثر في هذا البلد، وظلم من مؤسسة أكاديمية تقع في جامعة أكاديمية في شمال مملكتنا العزيزة دون ما أسميها، ومن أساتذة كبار. صاحب الملتقى أو رئيس الملتقى لن يتحدث عن هذا الشيء، أنا سأتحدث كوني طالب من الطلاب اللي شارك في هذا الإنجاز الإعلامي الكبير. لكن لا يجوز انه لما نشوف في هناك شجرة تثمر وعم تكبر وعم بتنزل تفاح، تيجي بكل بساطة لانك انت بتحبش التفاح تقطعها، تحب الكرز، تحب الكرز روح عمي ازرع كرز. ملتقى الاعلاميين الشباب العرب كانت رسالة مش فقط اردنية، رسالة عربية ورسالة اسلامية، وصلت صوت الاعلامي الشاب والطامح في انه يوصل صوته لكل عالمنا الغربي قبل العربي. اسمحوا لي ارحب بفارس ملتقى الاعلاميين الشباب العرب الاعلامي الشاب هيثم يوسف. اهلا وسهلا فيك. اهلا بك دكتور، وانا بشكرك على هذه المقدمه طبعا، وبشكر مشاهدين قناه نورمينا اللي هالسهرانين عم بيستنوا هذه المقابله وهذه الحفاوه طبعا اللي تلقيتها من حضرتك. وانت بتعرف احد الداعمين لهذا الملتقى الاعلامي، ونحن بنفتخر فيك دائما. انت وكافه الاعلاميين الاردنيين والعرب اللي واقفين الى جانب هذا الملتقى الاعلامي اللي لديه رساله ساميه نتمنى أن نوصلها لأكبر قدر ممكن من العالم العربي ولكل المؤسسات الإعلامية. هيثم، في جيلك لما نلاقي شباب عم بيساووا الشغل اللي عم بتساويه يعني ولا نقف، بنكون احنا مجحفين، مو بحق هيثم، مجحفين بحق
الاعلام بشكل عام، صحيح. ومنجحفين بحق الانسانيه رقم 2، ثم منجحفين بحق بلدنا. شوف اطلع من فوق ومن تحت، لانه رسالة ملتقى الإعلاميين ما عادت رسالة فقط عمانية ولا حتى أردنية. صحيح. صارت رسالة عربية، وهذا اللي بدعو فيه أصلا صاحب الجلالة وجلالة الملكة. احكي لنا عن السنة شو سويتوا. طبعا انت بتعرف الملتقى الاعلامي لما بلش بال 2008 كان ملتقى اردني وطني، لاول مره بنجمع المؤسسات الاعلاميه الاردنيه من صحافه لاذاعات لتلفزيونات خاصه. بعام 2009 اصبح هذا الملتقى طبعا له اهتمامات كبيره وهناك تطوير واصبح ملتقى عربي. نعم. بعام 2010 ايضا زادت العروبه لان دخلنا في المغرب العربي ايضا، مش فقط خلينا نحكي على المشرق العربي وليس فقط في الخليج العربي. هناك كان ضيوف من ليبيا، من الجزائر، من تونس، من موريتانيا، تشرفنا بهم في هذا الملتقى. وأنت تعلم دكتور أنا مهتم جدا أن يكون هناك حدث إعلامي في عمان يجمع العرب في عمان. وكان هذا هو طبعا ثمار ملتقى الإعلاميين شباب العرب في هذا العام، بأن استضاف العديد من الإعلاميين الصحفيين الشباب والمخضرمين الذين لديهم باع طويل في المسيرة الإعلامية، سواء كانت صحافة إلكترونية، صحافة مرئية، صحافة إذاعية. وأنت أحد خلينا نقول الشاهدين عن هذا الموضوع. نعم. ملتقى الإعلاميين الشباب العرب في هذا العام كرم العديد من الإعلاميين الذين يستحقوا التكريم. هناك جوائز عديدة وزعت في، طبعا دعني أوجه تحية لدولة رئيس الوزراء الذي رعى هذا الحفل الكريم، وأوجه أيضا تحية كبيرة لضيف شرف ملتقى الإعلاميين الشباب العرب سمو الأميرة ريم علي الداعمة لهذا الملتقى والشريك الأكاديمي لملتقى الإعلاميين الشباب العرب. وأيضا هناك جوائز العطاء الأكاديمي التي أيضا وزعت من السعودية ومن مصر ومن الأردن وصلت والعراق. سمو الأميرة، خلينا نشوف التقرير ما دام ذكرت سموها. خلينا نشوف التقرير مع بعض مخرجتنا. جوائز ملتقى الإعلاميين الشباب العرب لعام 2010. جائزة أبرز شخصية قيادية للإعلام التلفزيوني العربي في قطاع الاستثمار صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال سفير القيادات الإعلامية العربية، ويتسلمها الأستاذ تركي شبانة مدير قنوات روتانا. جائزة أبرز محاور عربي الإعلامي غسان بن جرجر. جائزة أبرز صحيفة عربية لعام 2010 صحيفة الرياض المملكة العربية السعودية، يتسلمها سعادة الأستاذ تركي السدودي. شكرا نيفين على هذا التقرير. حقيقة شفنا الجوائز وشفنا التواجد الإعلامي العالمي حقيقة. صحيح. احكينا شو اللي شفناه هلا. يعني الحدث كان هو حفل توزيع الجوائز اللي كان في حفل الافتتاح. في كل عام احنا تعودنا ان يكون هناك حفل توزيع الجوائز. ملتقى الإعلاميين طبعا اوجد هذا المركز،
ويكرم دائما الإعلاميين ويكرم الصحفيين الإعلاميين الشباب والصحفيين أيضا المخضرمين. وهناك أيضا مؤسسات إعلامية، فمثل ما شفت حضرتك دكتور قبل قليل كان هناك تكريم مؤسسة إعلامية بالسعودية. أول مرة في عام 2010 نطلق جائزة لمؤسسة صحفية، لأننا نريد أن نثبت للجميع أن المؤسسات الصحفية الورقية لن تغيب عنا مع وجود مؤسسات أو نحكي مواقع إلكترونية. وكانت النصيب لصحيفة الرياض اللي بنبارك لهم حقيقة، صحيفة عريقة، وعملوا احتفال مشكورين. صحيح. أيضا دعوك احكينا عن هذا الاحتفال كان في نهاية الأسبوع الماضي في نهاية السنة، طبعا بوجود صاحب السمو الملكي والأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أيضا كان هناك عدد كبير من الصحفيين والأمراء في الخليج العربي الذي تم دعوتهم من قبل صحيفة الرياض، وكان لي الشرف بإلقاء كلمة الحفل كوني أنا مانح أو الملتقى مانحهم هذه الجائزة. ملتقى الإعلاميين الشباب العرب من عمان منحهم جائزة واحتفلوا بها ودعوا إليها أيضا كافة المؤسسات الإعلامية العربية أيضا. كان احتفال ضخم كبير وكان برعاية أمير منطقة الرياض، وأنا فعلا أوجه لهم تحية ونبارك لهم ونهنئهم على هذه الجائزة وعلى هذه الجهود المباركة الذي فعلا يستحقون دكتور. سمو الأمير كرم الصحيفة على بناء على تكريم. نعم، تكريمنا طبعا كان هي بمناسبة حصولها على أفضل صحيفة عربية لعام 2010. نعم. وكانت هذه احتفالية صحيفة الرياض ودعوا إليها برعاية سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود والعدد كبير من الأمراء والرجال الأعمال والدبلوماسيين والصحفيين. وفعلا كان حفل مشرف جدا اللي رفعنا فيه اسم الأردن وقلنا أنه هذه رؤية جلالة الملك عبد الله، وهي دعم أيضا من سمو الأميرة ريم علي. هذه الكلمة طبعا التي فعلا عندما وجدت نفسي أمام منصة وأمام أمراء وأمام عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين افتخرت بهذا الحدث وبهذا الإنجاز، فهذه أزاحت كل الهموم وكل المشاكل عن كاهلي. أحسنت. كان في محاور وكان في ضيوف كبار بالملتقى، إعلاميين وأوراق عمل مهمة. صحيح. هيثم لو هيك بإيجاز ناخذ فكرة عنه. السنة الملتقى كان عم يتحدث عن الإعلام الحديث والتطور التكنولوجي والإلكتروني، فكانت هناك العديد من الجلسات تتعلق بقضايا الأمة العربية، الإعلام وقضايا الأمة الساخنة وكيف يتناول هذا الإعلام هذه القضايا. كان هناك دور المرأة العربية في الإعلام، كان هناك جلسة تتحدث عن الإعلام الحديث، المواقع الإلكترونية الأردنية، وأيضا هناك كان شيء أكاديمي بمناسبة جائزة العطاء الأكاديمي. أين ذهب الآن هذا المعهد الأكاديمي أو الجامعات الأكاديمية التي تدرس الصحافة والإعلام؟ ما هي الخطط المستقبلية؟ ما ستؤول إليه الآن الأحداث؟ ما هي الخطط المستقبلية؟ هذا أعطينا خطط. وأيضا في عندكم شراكة الأكاديمية، شراكة أكاديمية مع المعهد الإعلامي الأردني. طبعا هذا المعهد أنا برأيي الشخصي يعني الحمد لله بأننا في هذا العام وفقنا بشراكة أكاديمية رائعة جدا بدعم من سمو الأميرة ريم علي، ودعت سمو الأميرة خلال الافتتاح عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين إلى زيارة هذا المعهد الإعلامي الأردني والذي أنا وصفته عربي. أنا تفاجأت في المستوى اللي موجود في هذا المعهد والله يا هيثم، بكل ما بتحكي عنه من تفاجؤ. نعم. تقنيا، إداريا، صحيا، نظافة، من كل شيء. يعني معهد متكامل ويعطي شهادة الماجستير وسنة واحدة، وأعتقد يدرس باللغة العربية لأول مرة. أن هناك دراسة ماجستير باللغة العربية، وأعتقد أن سمو الأميرة كانت محقة باختيار اللغة العربية، لأننا للأسف أصبحنا نبتعد شيئا فشيئا عن هذه اللغة. وأنت تعلم أن الآن ما يسمى العربيزي والى آخره وهذه المصطلحات. اللول. نعم. اللول. قال ببعث لك بعدين شو يا قال بضحك كثير، اما لول وتتين بضحك خفيف، اما لول كثير او بضحك. يعني 2011 ماذا سيكون غير عن 2010؟ ملتقى الرابع ان شاء الله سيكون هناك، سنعلن قريبا عن هايد بارك ملتقى الاعلاميين الشباب العرب. في الجلسه الاخيره سيكون هناك جلسه مفتوحه، سنضع في الوسط مكان مخصص للوقوف وميكروفون، وسنفتح المجال امام الصحفيين للحديث بما شاءوا دون رقابه وبدون مقص رقيب. انت بتعرف انه في عندنا في نورمينا الهايد بارك تبعنا بجوز السباقه الفضائيه العربيه اللي عندها المنبر اللي بننزل على الشارع كل واحد بوقف بيحكي. ولعلمك ما في قصقصه، ما بنقصقص، يعني احنا بلد ديمقراطي وبلد حريه وعندنا بتقصقصوا والله ما بنقصقص. يعني صحيح. يوم واحد هاجمني انا شخصيا في احد الفضائيات، فحكوا معي قال هذا عم بيهاجمك، قلت حطه اذا هاجمك على موضوع الفيصلي والوحدات، قلت والله انا بشجع الفيصل والوحدات.
جنن بشجعهم. نعم. وخليه يحكي يعني بالاخير. يعني حكيت لنا عن الشراكه وحكيت لنا عن المستقبل، لكن انا برجع وبدي اكد على موضوع السنه القادمه، شو اللي عم بتفكروا فيه هيثم؟ السنة القادمة ملتقى الإعلاميين الشباب العرب، هناك العديد من الاقتراحات أن يكون بعمان أو أن يتجول في العواصم العربية، وتلقينا العديد من الدعوات سواء كانت من البحرين ومن السعودية ومن ليبيا،